جربت حاجة وما نفعتش. عملت غلطة أي إنسان ممكن يعملها، وبعدين قعدت تلوم نفسك بشكل قاسي جدا، وقعدت تقول لنفسك قد إيه هي غبية ومتأخرة ومقصرة وعمرها ما هتنجح، وإزاي نغلط غلطة زي دي، وجلد 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 في ذاتك. عملت كده قبل كده وأنا كمان والمشهد ده اتكرر مع ناس كتير جدا في الحياة وفي الواقع الشديد. المشهد ده ويعني للأسف يعني هيفضل يتكرر لو ما عملناش حاجة، لو ما وقفناش الصوت اللي جوانا اللي مع أول هفوة ما بيرحمناش. في حلقة النهاردة هنتكلم عن جلد الذات، هنعرف ايه هو، ليه موجود جوه دماغنا، وهقول لكم كام تكنيك كده نقدر بيه ان احنا نتخلص منه ونهديه. ومجرد اصلا ما نعرف هو ايه وليه، دي حاجات في حد ذاتها بتساعدنا ان احنا نبدأ نتعامل معاه. هلو اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست فهمني، تقدمه لكم أفنان نايف. وصلنا للحلقة الرابعة، احنا وصلنا للحلقة الرابعة وانا مش قادرة استوعب. انا عارفه ان ممكن يكون في ناس متخيله انه انا بأوفر ان انا كل حلقه بحتفل، يعني it's not a milestone بالنسبه لكم، بس بالنسبه لي انا ده milestone، لانه انا زي ما قلت لكم كل الحاجات اللي بتكلم معاكم فيها في البودكاست هي حاجات انا بمر بيها شخصيا. تخيلوا حد عنده جلد ذات طول الوقت، وبيحس بالاحباط بسهوله، بيقاوم نفسه ومشاعره ودماغه كل اسبوع عشان يقدر يصور وينزل حلقه بودكاست. آه ف يلا بينا نبدأ الحلقة. ايه هو اصلا جلد الذات؟ جلد الذات ان انا ما اسمحش لنفسي باي شكل من الاشكال ان انا امارس انسانيتي واغلط. how dare I، كيف اجرؤ ان انا اغلط؟ ومع كل غلط او مع كل هفوة او مع كل مرة فيها بحاول، يعني بقع مش برحم نفسي، وبفضل اقول لها كلام سيء، وافضل اعاقبها على غلطها ده. والله عملت وجربت حاجة وما نفعتش، لاني يعني سبحان الله انسان بنغلط. جلد الذات بقى مش بيتقبل ده، انه انت ازاي تغلط، يعني ايه تغلط. فنبدأ بقى ان احنا نعاقب نفسنا ونلوم نفسنا على الغلط اللي احنا غلطناه. واول حاجة بتيجي في دماغنا مرتبطة بجلد الذات ان انا الغلط ده انا هعاقب نفسي عليه ازاي. خليني اقول لكم جلد الذات عمل فيا انا ايه. انا بحاول في السوشيال ميديا من 2018. انا عارفة حاجه محرجه شويه بصراحه ان انا من 2018 بحاول لسه ما وصلتش، بس اللي ما وصلنيش واللي وقفني عن الوصول هو جلد الذات. ليه؟ لان 2018 مش مستمره، واللي بيخليني كل مره اقف وما استمرش هو جلد الذات، لاني ببقى داخله على الحاجه متوقعه ان انا هكسر الدنيا. فلو ما كسرتش الدنيا مخي مش بيتقبل ده، عقلي مش فاهم يعني ايه انت كان المفروض تكسري الدنيا، انت ازاي ما كسرتيهاش، انت فاشله، انت ما بتفهميش، محدش بيتفرج عليكي، محدش بيحبك عشان انت وكل بقى الحاجات اللي خاصه بجلد الذات وعدم الاستحقاق، وقد يعني اللوم كله بيقع عليا انا. فانا بوقف يعني زي انسان بعد ما بيقول لنفسه الكلام ده كله، طب ما بلاها، مخي يسيبني absolutely not، يجلدني عشان وقفت. ولف بينا يا دنيا، دوخينا يا دنيا، وهكذا وهكذا. فارجع ابدا تاني علشان ابطل الافكار بتاعت ان انا فاشله اني وقفت. فلما اجرب تاني ما اشوفش نتيجه كويسه فاحبط، فمخي يجلدني ان انا ازاي ما شفتش نتيجه كويسه فوقف، وهكذا وهكذا وهكذا. فجلد الذات عطلني يو هو هو هو. فجلد الذات هو القاضي الشرير اللي في مخك، اللي بيحاسبك على كل شيء انت عملته، بس هو بيحاسبك بس، هو بيلومك بس، هو بيكسر مقاديفك بس. طب ليه الأخ ده موجود في مخنا؟ لماذا هو هنا؟ خليني أقول لكم. أول سبب هو إن الشريط اللي احنا حاطينه اون ريبيت ده غالبا مش احنا اللي سجلناه، هو اتسجل لنا غصب عننا بسبب السوسايتي والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. احنا يعني اقدر اقول مجتمع قاسي شوية. لما واحنا صغيرين لما كنا بنغلط، رد الفعل الاول من الكبار اللي حوالينا، اب ام مدرس خال عم whatever،
ردود افعالهم على غلطاتنا كانت دايما رقم واحد الوم. انا هلومك الاول بعدين اشوف بقى نبقى نحل المشكله دي ازاي. انا روحت البيت هدومي مش متوسخه، ايه اللي انت عملته ده؟ انت ازاي توسخ هدومك كده؟ مش هنفكر ليه الهدوم اتوسخت، ازاي نتفادى ان الهدوم ما تتوسخش مره تانية، او ايه الاكسبيرينس اللي انا عشتها فادت الى ان الهدوم اتوسخت. لا، احنا مش بنفكر في ده، احنا بنلوم الاول ليه انت ازاي تعمل كده. درجاتي مش حلوه، انت ازاي غبي وازاي فاشل كده. فالتسجيل بتاع جلد الذات ده مش احنا اللي سجلناه غالبا، يعني هو بنسبة كبيرة اتسجل لنا في دماغنا. دي حاجة اللي بره سيطرتنا في الموضوع. اللي بعد كده بقى كله بتاعنا احنا، يعني خلاص الشريط ده متسجل جوه دماغي، الافكار دي اوريدي موجودة جوه دماغي، الرياكشن او الريفلكس بتاع اي غلط بعمله ان انا الوم نفسي واجلدها واقول لها كلام مش حلو، خلاص ده اوريدي موجود جوه دماغنا. هنتصرف فيه ازاي؟ بس خلينا اكملكم الاول اسباب تانية ممكن حتى لو عشنا طفولة لذيذة وجميلة والناس كلها كانت متفهمة والعالم كله بيربينا تربية ايجابية، في اسباب تانية ممكن برضو تخلي جوه دماغنا جلد الذات. تاني عامل هو عامل السيطرة. الانسان لازم يبقى مسيطر على اللي بيحصل حواليه. فكرة ان يحصل حدث غصب عنه خارج نطاق سيطرته مش صح، مش ما ينفعش. فانا هرجع اسيطر على الحدث ده ازاي؟ باني الوم نفسي ان انا قادره اسيطر على نفسي او انا ان كنترول في حياتي. فبدل ما اشوف انه اوكي انا كسرت الكوبايه غصب عني، لا انا غبي لاني كسرت الكوبايه، فهحس ان انا ان كنترول بالافكار دي. المشكله دي مش هتتكرر تاني لو انا اتحكمت في نفسي اكتر، لان انا غبي ان انا كسرت الكوبايه، مش انه ممكن المشكله دي تتكرر مره تانية غصب عني لان الكوبايه بتتكسر. لا، مخي مش هيتقبل الفكره دي. فكره ان انا لازم اكون ان كنترول في كل حاجه بيخليني اول حاجه او رد فعل اعمله لما يكون في مشكله او لما في حاجه تحصل مش زي ما انا متوقع او مش زي ما انا عايز، ان انا الوم نفسي عشان اعرف اسيطر على نفسي. والله جه حد ظلمني، جه حد اذاني، انا مش هلوم اللي اذاني، انا هلوم نفسي ان انا عرضت نفسي لهذا الشخص وسمحت له يأذيني. اوكي، انا ممكن اشوف انا ازاي دخلت ناس في حياتي غلط، بس لحظه، انت هنا ضحيه. انا مش بحط لنفسي اصلا اوبشن انه الشخص التاني هو الغلط لانه هو اذاني. لا، انا ببص انا سمحت لنفسي ادخله في حياتي ويأذيني واقعد اجلد ذاتي على اللي انا عملته فيها. يعني فاهمين اللي هو انا اذيتها فاذيها اكتر. يا نهار ابيض او كم. فعامل السيطرة ده بيجننا. فبدل ما نحاول ندور على حلول او نعترف ان في حاجات بتحصل في حياتنا خارج نطاق سيطرتنا وانا ما اقدرش اسيطر عليهم، انه نو 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 كل حاجه ان كنترول لانه انا الملام على كل شيء. فده سبب من اسباب. سبب تاني ممكن يكون هو انه احنا بنخاف من الغرور. مفيش حد مغرور بيجلد نفسه لانه شايفها flawless ما فيهاش غلطه. فاحنا بنخاف من فكره الغرور دي. يعني اشوف نفسي، يعني ايه اقول لنفسي انها شاطره في شغلها، يعني ايه اسقف لنفسي لما اعمل انجاز، ويعني ايه اعدي لنفسي لما اغلط. انا كده هتغر، انا كده هشوف نفسي كده مش هبقى شخص متواضع، انا كده مش لا. شوف نفسك، ايه المشكله؟ الغرور صفه مطلوبه الى حد ما واسمها يعني الصحي منها اسمه ثقه لو مش عارفين. ففكرة ان احنا بنخاف نثق في نفسنا زيادة او بنخاف نقول لنفسنا كلام حلو زيادة لا تتغر لا تشوف نفسها، ده عامل من العوامل اللي بتخلينا نجلد نفسنا. انه فاكرين ان احنا كده we are humbling ourselves او ان احنا كده آم، بنهدي اللي هو تواضعي شوية، انت مش جامدة قوي زي ما انت متخيلة. في حين ان احنا محتاجين موضوع الجمدان ده جدا. محتاجين ان احنا لما نعمل حاجة كويسة يعني شاطرين نسقف لنفسنا، ولما نعمل حاجة وحشة ويتعدى نعديها عادي ونتغر في نفسنا شوية عادي، مش مشكلة. فده برضو ممكن يبقى من أحد الأسباب اللي بتخلينا نجلد نفسنا عشان نفطسها شوية. ده سبب برضو من الأسباب. رابع ومن وجهة نظري أنا هو أهم سبب بعد أول سبب، يعني أول ورابع هم أهم أسباب، إن إحنا مش بنحب نفسنا كفاية. الحلقة دي قاسية شوية يعني.
بص على طريقة تعاملك مع أصحابك وأصدقائك وإخواتك وأهلك لما يغلطوا، وبص على طريقة تعاملك مع نفسك لما تغلط. لو انت وصاحبك انتوا الاتنين يعني تخيل انت قاعد وعلى القهوة وقعت كوباية الشاي غرقت نفسك، تقول ايه؟ انا غبي، انا ايه القرف اللي انا عملته ده، يا ربي مش عارف ايه، وتدي نفسك مرشح محترم. تخيل ان انت قاعد مع صاحبك وهو عمل نفس الحاجة، وقع كوباية الشاي على نفسه، هتقول له ايه؟ حصل خير، خدت الشر وراحت، المهم ان انت كويس، طب هي الكوبايه كانت سخنه، طب اعمل لك ايه عشان اساعدك، وتجيب مناديل وتحاول تساعده انه ينظف الدنيا والمكان، وتطلب له كوبايه شاي غيرها. مش مع نفسك كده ليه؟ ما سمحتش لنفسك تغلط نفس الغلطه اللي سمحت لغيرك يغلطها ليه؟ عشان انت مش بتحب نفسك كفايه، مش مقدر نفسك كفايه. احنا بنحب نفسنا، واول صفه بنتعامل بيها مع نفسنا هي الرحمه، جلد الذات هيبقى عنده مشكلة يتألق. انما احنا لو مش بنحب نفسنا وبنهايلايت طول الوقت الغلطات وبنهايلايت طول الوقت الصفات اللي مش كويسة فينا، جلد الذات هيقعد ويريح ويبات ويجيب عيلته وصحابه والاكتئاب والقلق والبانيك ديس اوردر، كل العيلة الجميلة هتيجي معاه وهنكبر كلنا وهنعمل منتل هيلث ايشوز كتيرة جوه المخ، والحياة تبقى حلوة قوي جوه. كل ده عشان انا مش بحب نفسي كفايه ومش بقدرها كفايه. طب احنا عرفنا ليه، عرفنا ايه هو جلد الذات، عرفنا ليه في جلد ذات في دماغنا اصلا. طب احنا هنحل بقى المشكله دي ازاي؟ عشان اشوف الحل لازم افهم قاعده الاول، وهي انه في فرق ما بين جلد الذات وتحمل المسؤوليه. يعني طبيعي الانسان لما يغلط يتحمل مسؤولية غلطه. انا مش بقولك اغلط وقول لنفسك برافو حبيب قلبي احلى غلطة في الدنيا خد بوس، لا، انا هتحمل مسؤولية غلطي. بس في فرق بين الطريقتين في التفكير. جلد الذات لما هغلط انا فاشل، انا غبي، انا ما ينفعش اعمل كده. مسؤولية، انا غلطت، ازاي ممكن احل الغلط ده واتعلم منه. في فرق رهيب في المايند سيت هنا. فاول حل اعمل اعادة صياغة لطريقة تفكيري في الغلطات والمشاكل اللي انا بعرض نفسي ليها. انا فاشل، لا، انا جربت واتعلمت، يا ترى هغير ايه المرة الجاية. مشتت ومش مركز وشخص لا يعتمد عليه، انا ممكن اركز ازاي اكتر، والغلطة اللي غلطتها دي ممكن اتعلم منها ايه، وهكذا 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 وهكذا. بدل ما اركز على اني الوم نفسي او الوم اي شيء، انا ممكن الوم نفسي، ممكن الوم الكوبايه، ممكن الوم صاحبي، ممكن ادور على من الومه بدل ما ادور على مين الملام او مين هشاور عليه اقول ان هو غلط. وغالبا بنشاور على نفسنا. اقول الغلطه دي حصلت ليه، نعالجها ازاي، وازاي ما نكررهاش. والله انا اتعصبت على حد وقلت كلام مش حلو، بدل ما اروح اقول لنفسي لستة من التهزيء وانت عمرك ما هتتغير وهتفضل في اللوب دي لحد امتى و... و... وانت شخص عصبي ومؤذي ووحش والسيء في رواية احدهم، بدل ما اقعد اقول لنفسي الكلام ده هعترف اني غلطت وما كانش ينفع اقول الكلام ده للشخص اللي انا قلت له. هكلمه، هعتذر عن غلطي، وهسأله هو عايزني اعمل ايه عشان يرضى، لان انا لازم اتحمل نتيجة غلطاتي، واقعد مع نفسي اشوف ازاي ده ما يتكررش تاني ببساطة. فبدل لما الاقي نفسي بلوم نفسي، لان اللوم وجلد الذات مش هيوصلنا لشيء على فكرة، وهيعمل حاجة سخيفة جدا، هي انك هتفضل تجلد ذاتك وتلوم نفسك جامد جامد جامد. فلما يجي حد يتكلم معاك في الغلطة اللي انت غلطتها دي، انت مش قادر تتحمل كلامه، لان انا عامل اللي عليا يا معلم. انت جاي تقولي ان انا غلطت، انا عارف ان انا غلطت وما مش عارف. فبدل ما تقعد تتناقش مع الشخص اللي جاي يحل، ممكن تغلط فيه هو كمان والمشكله تكبر اكتر. انتوا فاهميني؟ جلد الذات بيسحب مننا طاقه تقبل النقد اصلا، لان انا بنقد نفسي
وبقول لها كل الكلام السيء اللي ممكن يتقال، فلما حد يجي ينقدني انا ما عنديش طاقه بقى، يعني مش قادره اتحمل نقدايه واحده كمان. في حين ان انا لو تعاملت مع الغلطات بتاعتي بمبدأ تحمل المسؤوليه وايجاد مخرج وكسر الباترن بتاعه الغلط، بحيث ان انا اشوف هي وايه اللي بيحصل عشان اغلط الغلطه دي كل شويه واخرج نفسي منها، انا كده عندي طاقه ان حد يجي يقول لي انت غلطت، اقول له اه انا فعلا غلطت، انت عندك حق، و ايه رايك احلها ازاي، ونشوف حلول ونشوف امور تخلينا ما نكررش غلطه تاني. رقم 1 اعاده صياغه طريقه تفكيرنا او اعاده صياغه رد فعلنا على الغلطات اللي احنا بنعملها. طيب 2، فاكرين لما قلت لكم السبب الاخير ان احنا مش بنحب نفسنا كفايه، ومثال صاحبك اللي وقع، عامل نفسك زي صاحبك. لما انت تغلط غلط، شوف انت لو حد من اللي انت بتحبهم حواليك غلط نفس الغلطه دي هتقول له ايه؟ تقول له انت غبي، انت فاشل، انت ازاي تغلط الغلطه دي؟ لا طبعا، لا طبعا. تقول له معلش حصل خير، طب احنا ممكن نحلها ازاي؟ فاهميني؟ فاهميني؟ مش هتعامل صاحبك بالطريقه دي لحد ما تحب نفسك كفايه ان ده يبقى رد فعلك عليها. معلش اعمل نفسك كانك واحد صاحبك انت بتحبه وبتعزه ومش عايز تزعله، وهو غلط غلطتك، هتقول له ايه بقى؟ هتلاقي نفسك رحيم مع نفسك قوي. لو عملت نفسك لفتره ان انت الصديق المقرب واللي مش عايز تزعله، هتبقى رحيم مع نفسك جدا 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 لابعد الحدود. ياه لو نتعامل مع نفسنا ان احنا اصحابنا، انا بجد هبقى كيوت قوي مع نفسي، اقسم بالله لو عملت لنفسي ان انا اصحابي، انا اعز، انا ايه، استنوا، انا ألذ والطف صديقه ممكن تصديقوها، وصحابي يشهدوا. ولو في واحده فيهم قالت غير كده هي حر. anyway نخش على السبب او الحل اللي بعده. حاجه غريبه شويه، هي حاجه غريبه وانا نفسي لسه بحاول انفذها، بس هي ناس كتير جدا قالت انها كانت افكتيف معايا، وهو ان انا هعمل worry time. والله انا دلوقتي حصل حاجه ووترتني وبدات ادخل نفسي في دوامه جلد الذات، اقول لها لا مش دلوقتي، انت ميعادك الساعه 7، عامل ربع ساعه مثلا في اليوم، نص ساعه في اليوم، ساعه توتر وقلق. حصل حاجه ضايقتني وانا قعدت اقول لنفسي كلام وحش، اقول لا لحظه، ميعادك مش دلوقتي، انت ميعادك الساعه 7. اما تيجي 7 الفكره هتكون راحت غالبا، الا لو جات لك الفكره الساعه 7 فلو ايه ده، لحظه ده ميعاد القلق، ايه ده انا المفروض اقلق بس اصلا. والتمرين ده هيساعدك في ايه؟ انك اصلا تعرف تتحكم فيها مع الوقت. مع الوقت هتقول لها امشي دلوقتي وما تجيش تاني، لو جيتي تاني هزعلك. حل هو الكلمات الايجابيه. والله هنحارب السلبي بايجابي. انت هتقول لي انت فاشل، انا هقول لك لا انا ناجح. انت هتقول لي انت غبي، اقول لك انا ذكي. انت هتقول لي ان انت هتفضل طول عمرك كده مش هتغيرك، لا انا بتغير عادي، بتغير، والانسان اللي بيتغير ممكن يقع في النص ويقوم يقف ويكمل تاني. جيب بقى شويه افكار ايجابيه وحط عليها صفه الختاتة دي وقعدها في مخك، وسيبها هي وجلد الذات يتخانقوا مع بعض. انا فاشل، لا انا ناجح. انا غبي، لا ذكي. خلاص، ويانا يا انت يا جلد الذات. ويانا يا انت يا جلد الذات، نشوف بقى مين فيهم هيكسب. نهاية هذه الحلقة عندي ليكوا تمرين صغير، عايزاكوا تكتبوا لي في الكومنتس ايه هي الفكرة اللي طول الوقت مخكوا بيقوم بيو مطلعها كده جوه دماغكم عشان يفكركوا قد ايه انتوا اشخاص مش ناجحين ومش عارف ايه، وقولوا لي هتتعاملوا معاها ازاي بناء على كل اللي احنا قلناه. هتردوا عليها كأنكم بتكلموا حد صاحبكم، لا روحي دلوقتي بعدين بتعالي الساعة 7، هتعملوا ايه في كل الحلول اللي انا اتكلمت فيها؟ يعني احكوا لي ممكن تتعاملوا مع هذه المشكلة ازاي. كانت معكم أفنان نايف، وخلصنا الحلقة الرابعة من بودكاست فهمني، وأتمنى الحلقة تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا بقى شوية الحاجات اللي بتتعمل، اللي هو لايك، سبسكرايب، كومنت، ابعتوها لحد من صحابكم لو انتوا حاسين ان هو مهتم. كل الحاجات اللذيذة اللي بتتعمل دي وهيلب مي اوت اني اوصل ل 1000 سبسكرايب. انا صغيرة قوي يا جماعة،
انا صغيره قوي، انا فيري 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 سمول، انا مايكرو يوتيوبر. فبليز هيلب مي ريتش 1000 سبسكرايبر، وساعدوا برضو الفيديو ده انه يجيب شويه لايكس. انا مش عارفه اقول رقم من كتر ما الارقام بتاعت اللايكس قليله قوي، فانا مش عارفه اقول لكم رقم، بس ان شاء الله انتوا يعني ناس جدعه وهتساعدوني. فاهميني. سلام.